احمد شوبير عايز ايه من نادي الزمالك؟ في عز ازمات نادي الزمالك والمشاكل اللي فيها بيستضيف يانيك فيريرا المدرب السابق بتاع نادي الزمالك. بتستضيفه ليه في الوقت ده؟ هو خلاص المدرب مشي وانتهى، ايه الفكره ان انت تستضيفه؟ وايه لازم التصريحات اللي خرجت منه دي بتطلعها ليه؟ ايه الفكره؟ انت مستفاد ايه من القصه؟ ما استضفتش ليه كولر اللي طلع نادي الاهلي من دور قبل النهائي امام صن داونز والازاز اللي اتحدفت عليه واللي حصل مشاكل؟ ما استضفتوش ليه؟ عشان خايف من جمهور الاهلي يقلب عليك. لا، اما نادي الزمالك لا عادي، اجيب يانيك فيريرا واجيب كمان اللعيبه السابقين اللي هم عاملين مشاكل وقواضي مع الزمالك عشان اعمل ازمه في الزمالك. عايز تعمل ترند، ما تعملش ترند على حساب نادي الزمالك. ايه الفكره يعني؟ انت تستفاد ايه يا كابتن احمد شوبير؟ انت اعلامي كبير، المفروض اعلامي محايد. ايه الفكره انت تجيب يانيك فيريرا؟ والله لو مستشار مرتضى منصور موجود دلوقتي ما هتعمل كده، ولا هتجيب اصلا حتى تنزل صورته. اما انت منزل فيديوهات ومنزل صور تصريحاته. ايه الفكره في الوقت اللي الزمالك محتاج جمهوره؟ انت بتعمل ازمه بين الجمهور والاداره، بتعمل ازمه بين الزمالك كلها. انت مستفاد ايه؟ مالكش دعوه يا كابتن احمد شوبير بالزمالك. اتكلم عليا، اتكلم في الحلو ما تتكلمش في الوحش. ايه الفكره انت تستضيفه والتصريحات اللي الوقت اللي مش مفروض اصلا تتقال حتى لو كانت حقيقي؟ ما تنفعش تتقال في عز الازمات. الزمالك بيلعب في بطوله افريقيه وبيلعب في كل البطولات دلوقتي، ولنفس زي الاهلي وزي بيراميدز. لازم تبقى محايد. انت ما تجيبش يانيك فيريرا، بتجيبه ليه؟ انت مستفاد ايه اصلا؟ ما جبتش. طب هات كولر، كان الاب تجيب كولر بتاع نادي الاهلي، بس خايف من جمهور الاهلي. اما من جمهور الزمالك لا، ويقول لك في الاخر الجمهور بيشتمني ما هو لازم يعملوا كده. ما انت دام انت عملت ازمه حاليا دلوقتي ومنزل كل البوستات عندك على صفحتك الشخصيه يانيك فيريرا وتصريحاته عن نادي الزمالك وخرجوه ازاي وطلع ازاي. ايه الفكره؟ انت مستفاد ايه؟ مش ترند والله. انت المفروض اعلامي كبير، مش محتاج ترند وترند من الزمالك كمان، او مش محتاج مشاهدات. ما تتكلمش عن نادي الزمالك بعد اذنك يا كابتن احمد شوبير، اتكلم على اي حد تاني. الوقت ده مفروض الاعلاميين يقفوا مع الانديه الكبيره الشعبيه، وبالذات لما يدخلوا بطولات افريقيا. دلوقتي احنا داخلين على كاس عالم وكاس افريقيا وكاس العرب. المفروض تتكلم على المنتخب دلوقتي واجراءاته بيعمل ايه دلوقتي والتدريبات وكل حاجه. مالكش دعوه بنادي الزمالك، خليك في اي نادي تاني. انا مش هقول لك نادي الاهلي، لا، اتكلم على اي نادي بس ما تتكلمش على نادي الزمالك. الزمالك في عز ازماته ما ينفعش اللي انت تتكلم عن نادي الزمالك. يعني مش سبحان الله لو المستشار مرتضى منصور موجود مش هتتكلم، ولا عمرك كنت بتتكلم طول ما مرتضى منصور ماسك نادي الزمالك. مش معنى دلوقتي هو عشان كابتن حسين لبيب راجل محترم ما بيتكلمش ولا بيقدر يرد ولا اي حاجه بتتكلم. اهدى يا كابتن احمد شوبير، انت راجل اعلامي كبير ومحايد، ما ينفعش الكلام ده يخرج منك. ما ينفعش تستضيف مدرب نادي الزمالك السابق اللي خلاص مسيرته انتهت من نادي الزمالك، انتهى خلاص. استضيف كابتن احمد رؤوف وقول له ايه اللي هيتم الايام اللي جايه. اساله على اللعيبه، مش تسال على مدرب مشي. ايه الفكره؟ بالله عليك يا كابتن احمد شوبير، عشان جمهور الزمالك ما يغضبش منك اكتر ما هو غضبان، بلاش تجيب سيره نادي الزمالك الا في الخير بس. وبلاش حتى في الخير ما تتكلمش حتى في الخير، عشان انت عمرك ما بتتكلم في خير في نادي الزمالك. انت لو بتتكلم في خير في نادي الزمالك ما كنتش عملت اللي انت عملته واستضفت يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك السابق. ونصيحة مني، مالكش دعوة بنادي الزمالك، ولا تحب تاخد ترند على حساب نادي الزمالك. خد على ترند على اي نادي تاني الا نادي الزمالك.